السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي بقى ونخش على المطبخ ونشوف الغداء إيه النهاردة. احنا عاملين حاجات جميلة وموفرة جدا وبسيطة خالص. دي كوسة بالبشاميل، وعاملين مكرونة بالبشاميل، وعاملين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودي بامية، كانت عندي البامية دي وظبطتها وحطيتها في الفرن. ودي المكرونة اهي، تحفة. كل ده مش هتصدقوا لما تشوفوا انا عاملة بايه، مش هتستغربوا ازاي الحاجات البسيطة دي طلعت الاكل التحفة ده. يعني لو الواحد جاي له حد او عنده عزومة، هو ممكن يعمل من حاجات بسيطة احلى حاجات. وادي الفراخ اهي شويتها، وعملت الرز بلسان عصفور. طبعا هنا انا عملت الفراخ بالطريقة اللي انا بحبها، بس مش سويتها من فوق، حطيتها في الفرن على طول. عملت هنا بصلايه وقطايه وضربتهم في الخلاط، وحطيت عليهم ملح وفلفل وبهارات وليمون وفص ماجي، خلاص، وشويه بهارات، وحطيتهم على النار غلوه غلوه واحده، وحطيت الفراخ في الفرن. خلاص هنا ايه، جيت دي كوسه قطعتها كده زي ما انتم شايفين، يعني عملتها بظهر المقوار وحطيتها على البوتاجاز، وحطيت عليها معلقه زبده، وحطيت عليها ملح وفلفل وفص ماجي وشويه بابريكا. دي لحمه مفرومه كانت عندي، كانوا حبه فايضين عندي، يعني يجوا ربع كيلو، فبسخنهم. خدت هما 3 معالق بالظبط على الكوسه، بس عشان يدوها طعم. هي اسمها كوسه بالبشاميل مش كوسه باللحمه المفرومه، فانا حطيت كده بس 3 معالق لحمه دول بالمعلقه الاكل العاديه خالص، عشان بس تديها طعم كده وشكل، وكان طعمها تحفة. انا هنا طبعا بخليها هي بالكوسة بتنزل مية، فحطيها في معلقة زبدة على النار مع اللحمة المفرومة مع البهارات، وسيبها تستوي تنزل المية بتاعتها وتشربها تاني. دي الخلطة بتاعت الفراخ. حطيت انا طبعا هنا ايه فص ماجي زي ما قلت لكم، وحطيت شوية زيت وشوية آه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولو عندي بهارات شوي، وكل البهارات حطيتها فيها خلاص. ودي ايه بشاميل، انا هخليها بس تغلي كده على النار، وبعدين احطها في الفرن على طول. انا كده طبعا ولعت الفرن. ده البشاميل بتاع المكرونه، وبتاع طبعا الكوسه انا عملت هو بشاميل واحد. عملت كده بالمعيار، لو انت مش عارفه المعيار هتعملي مثلا 4 معالق دقيق لصينيه المكرونه، زودي معلقه ونص للبشاميل للكوسه، يعني لان الكوسه ما بتاخدش بشاميل كتير. خلاص انا هنا كده ايه عامله اهو كيلو لبن، مش هحطه كله، هحط اقل من الكيلو، يعني هحط مثلا كيلو الا ربع، وهزود ميه عادي. وخلي بس الدقيق يتحمر كويس عشان البشاميل ما يكلكعش منك. خلاص اهو بصوا كده، انا حطيت اللبن وحطيت الميه والماجي وفلفل اسود بس وملح، ماشي، وبزود ميه عادي زي ما انا عايزه. اهو البشاميل اللي بيبقى ناعم وتحفه، ما بيكلكعش. بصوا مقلباه بالمعلقه طالع ولا احلى من كده. دي المكرونه انا سلقتها، حسيت ان هي كانت قليله يعني، فحطيت شويه، كان عندي شويه مكرونه صغيره خالص بتاعه التحمير، حطيت شويه عادي عشان اكمل الصينيه، مفيش اي مشكله. نفعت نفعت وكانت جميله وزي الفل ومش باينه خالص. على فكره انا عملت قبل كده المكرونه الصغيره دي بالبشاميل، بس عملتها بالسجق تقريبا او بالهوت دوج حاجه كده. يعني البشاميل، المكرونه البشاميل ممكن تحشيها، تحطي الحشو بتاعها اي حاجه، حاجات كتير، مش بس الكبد والقوانص واللحمه المفرومه، ممكن بالسجق، ممكن بالهوت دوج، ممكن اي حاجه عندك تحشيها، ممكن بالجبن، بالفراخ، اي حاجه. يعني انا عملتها بكذا طريقه معاكم. خلاص هنا كده ظبطت الصينيه اهو، وقلبت المكرونه كلها على بعض. هبتدي بقى ايه اخد نصها تحت ونصها فوق، عشان طبعا هحط اللحمه في النص. خلاص بصوا يا جماعه، انا عملت اكل كتير وحاجات قليله جدا. يعني اللحمه كانت موجوده عندي، الباميه كانت عندي باقيه من يوم تاني، ظبطت لو حد جاي. طبعا الاكل دلوقتي ما بيترميش، ممكن لو فاض اكل تعينوه تاني يوم، تبقوا تسخنوه جنب الاكل. لو مثلا عامله حاجه وتعمليه جنب الاكل بيبقى برضو حلو، مش لازم تاني يوم، ممكن تركنيه بعدها اليومين تلاجة، ما بيخسرش. حرام الواحد ما بيرميش اكله. وكمان ممكن تعملي حاجات كتير بس كميات قليلة، والاكل كله يتاكل. يعني الحمد لله الحمد لله، طول شهر رمضان وفي الايام العادية دلوقتي ما رميتش حباية رز واحدة،
كل الاكل بيتسخن وبيتعاد تدويره تاني وبيتاكل عادي. ادي كده حطيت اول حاجه المكرونه، طبعا انا مولعه الفرن بقاله يجي نص ساعه، وكمان اهي الفراخ خدت الغلوه وابتدت ايه، اتسبكت الصلصه، ما سويتهاش، حطيتها في الفرن تستوي في الفرن. خلاص احنا بنشويها مش بنسويها من فوق ونرجع نديها التحمير، احنا بنسويها في الفرن. خلاص. وبصوا معلقتين البشاميل اللي كانوا قد ايه، كانوا تقال، فخفتهم بشويه لبن وحطيت عليهم وحطيتهم في الكوسه، تبقى خفيفه شويه عن بتاعه المكرونه يعني، لان بتاعه الكوسه بتبقى بتاخد سوا شويه. خلاص. بصوا المواعين طبعا شطبتها عشان اعرف اشتغل، لسه ما خلصتش. انا عندي بقى كان الباميه ديت موجوده عندي في البيت، فايه عملتها اهي. ده الرز كان عندي الشعريه، فعملت حمرت لسان عصفور، طلع تحفه، حاجه كده ولا في الخيال. ادي هي الباميه دي تغلوا على النار، دي كانت بقى عندي من كام يوم، فايه طبعا انا عامله رز وعامله فراخ مشويه وعامله كوسه بالبشاميل، فعملتها جنب الاكل لو حد عايز ياكل باميه بالرز تبقى تحفه، وحطيتها في الفرن. خلاص. هي اصلا كانت مستويه وموجوده عندي، فانا رحت جايه حطيتها في الفرن، خدت وش التحمير عادي. وادي الرز طلع فظيع بلسان العصفور، الفراخ اهي طلعت على يعني فخمه فخامه. الطعم طبعا حاجه تانية خالص، احلى من الشكل بكتير. وادي الكوسه اهي استوت جميله وطعمها تحفه. يعني انا مش بشكر في الاكل، لكن انتوا لو جربتوا الاكل بالطريقه دي هتوصلوا للنتيجه اللي انا بقول عليها وهتفهموا قصدي. يا رب اكون بقدم لكم حاجه مفيده وتكونوا بتستفادوا مني. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.